لكم بحكايتي. حكايتي أنا القطة كرشة، وشهرتي كرشة الدليفري، لأن دايما شعاري مش بس شغلي هو إن كرشة الدليفري أسرع من الريح وأقوى من الجوع. دايما بصحى الصبح بدري وببدأ يومي بدري، وحتى ما بلحقش أنام. كان ممكن أتجوز قط غني وخلاص، بس أنا اخترت إن أنا أشقى وأشتغل وأتعب. وفي يوم كنت صاحية بدري وظهري وجعني وراكبة الموتوسيكل، ولقيت فجأة وأنا بوصل أوردر المفروض إني أوديه زي كل يوم كلاب كتير بتجري ورايا لونها أسود ومتوحشة. أنا خفت بس ما همنيش، وطرت ولا كأني زي الصاروخ. اوعى السريع وي. بس برضو قلت في سري لو الكلاب دي مسكتني هبقى كفتة بدل كرشة، وكمان هتقدم مع رز. كملت مسيرتي ومشيت عشان اوصل الاوردر بتاعي زي كل يوم. فتح لي قط سمين جدا وقال لي اخيرا جيت، انا كنت هموت من الجوع. ايه التأخير ده كله؟ فين الاكل؟ فرديت عليه وقلت له ده تالت مرة تطلب في يومين، حرام عليك يا اخي، روح اعمل دايت بقى يا مترهل. انت بتطلب الاكل ده ليك ولا للحي كله؟ امشي يا مترهل، اعمل دايت وارحمني الشغل. وانا راجعه فوق الموتوسيكل كنت جعانه، جات لي قطه صغيره صاحبتي اسمها بسكوته، بحبها جدا وبحب افضفض معاها واحكي معاها. جات لي القطه وقالت لي هو انت بتشتغلي ليه؟ هو كل يوم شغل؟ مش ده شغل كلاب برضو يا كرشه؟ ورديت عليها بكل فخر وانا باكل قطعتين شاورما وقلت لها انا بشتغل عشان اعيش، والكلاب دول بيهوهوا على الفاضي. وشعاري عمري ما هيتغير ابدا يا بسكوته، شعاري هو اطلب من كرشه هتوصلك قبل ما تبرد. ودي كانت حكايتي، اسمعيها مني نصيحه. انا كرشه، الشغل عمره ما كان عيب، العيب انك تستني حد يطعمك. اجري ورا حلمك حتى لو في كلاب بتجري وراكي.